بيبدأ الجزء الثاني من الفيلم في الغابة قبل صلاة المغرب، وبنشوف 3 أطفال بيلعبوا في الغابة وبيكونوا ولدين وبنت، والولدين اسمهم كارتا وصاحبه هان، وصاحبتهم البنت اسمها واطي، وبنشوفهم وهم بيلعبوا مستمتعين. ولكن واطي بتقول لهم انها لازم ترجع قبل ما الليل يليل عليهم والمغرب يأذن، وده لأن لما المغرب هيأذن هيكون وقت انتشار الأشباح في الغابة وفي المدينة بتاعتهم، وهي مش عايزة يحصل لها حاجة. ولكن الولدين بيقولوا لها انهم مش بيصدقوا في الحاجات دي، وان اهلهم بيخوفوهم بالكلام ده مش اكتر، وانها لو خايفه تروح لبيتها لوحدها وهم هيفضلوا يلعبوا. وبنشوف واتي فعلا بتمشي وبتكون ماشيه في الغابه وبتحس بحاجه غريبه ماشيه وراها، ولكن مره واحده واتي بتتسحب وفي حاجه غير مرئيه هي اللي سحبتها. اما الولدين وهم مروحين فهان مره واحده بيختفي وبيدور عليه كارتا، ولكنه بيلاقي العصايه بتاعت صاحبه هان مرميه في حفره، فبينزل ايده في الحفره عشان يجيب العصايه. ولكن مره واحده في كائن بيقطع صوابعه من تحت وبيطلع كارتا ايده بسرعه وبيلاقي صوابعه مقطوعه، فبيصوت وبيكون مرعوب جدا ومش عارف ايه اللي عمل فيه كده. وبعد اكتر من 25 سنه بنشوف ولدين اسمهم سمان واهدي، والولدين دول طلاب في المدرسه الاعداديه، وبنشوفهم وهم رايحين المدرسه، وبنشوف ان ادي بيخبط في كارتا، واللي بنشوف ان شكله اتغير خالص، وبنلاحظ ان الناس دايما بيتجنبوه، وادي وسمان بيعتذروا له وبيهربوا بسرعه. وبعد كده بنشوف ادي وسمان بيوصلوا للمدرسه وبنعرف انهم متاخرين، والمدرسه لما بتشوفهم بتقرر تعاقبهم وبتفضل تعاملهم وحش وبتضربهم، وده بيزيد كرههم ليها. وسمان بيكون كارهها قوي لانها بتعاملهم بطريقه وحشه، وبعد ما اليوم الدراسي بيخلص بتخليهم يفضلوا في المدرسه، وده عشان يكتبوا على السبوره كلام كتير، وده بيكون عقابهم. وبعد ما بيخلصوا العقاب بتاعهم بتنبههم انهم ما يتاخروش تاني، والمره الجايه عقابهم هيكون اصعب، فبيمشوا وبيسيبوها. وبعد كده بيروح سمان لشخص اسمه كايو، وده راجل عنده محل لبيع العسل والحاجات اللي زي دي، وسمان بيديله العسل اللي اخوه بيتاجر فيه، وبيعرفوا سمان ان اخوه هيجي ياخد منه الفلوس، والراجل بيقول له ما يتاخرش عليه تاني، وبيعرفوا انه هيشتكي لاخوه. فسمان بيتضايق ومش بيحط في باله لانه عارف ان اخوه هيضربه. وبعد كده بيمشي ادي وسمان من الغابه، وادي بيقول انه مش عايز يعدي من الغابه، وده لان الناس بتحكي عن الغابه قصص مرعبه وبيفكروا بقصه كارتا واصحابه اللي ماتوا في الغابه، وبيقول له انه عايز يرجع ويمشوا من طريق تاني. ولكن مره واحده ادي مش بيلاقي سمان، وادي بيترعب وبيفضل ينادي عليه، لكن سمان مش بيظهر. وهنا ادي بيبدا يخاف، ولكن مره واحده سمان بيخضه وبيقول له انه كان بيخوفه وده مقلب، وبيرجع كل واحد لبيته. وبنشوف سمان بيرجع لبيته وبيكون بيراعي جدته المريضه ومفيش غيره جنبها، ولكن في اللحظه دي بيرجع اخو سمان وبيمسكه وبيضربه لانه اتاخر في بيع العسل، وبيقول له ان فلوس العسل هي اللي بتاكلهم، وبيضربه بقسوه. وبنروح لبنت اسمها ايفا، واللي بتكون رايحه لبيت كارتا ومعاها عسل، وبنعرف انها بتوصله لان والدها هو السيد كايو، وكارتا بياخده وبيحذرها ترجع قبل المغرب عشان ما تتاذيش. وتاني يوم بنشوف سمان وادي رايحين المدرسه، وسمان بيكون معاه شنط العسل والمفروض يوديهم لكايو، ولكن هم دلوقتي متاخرين فقرروا يروحوا المدرسه الاول. بس لما بيروحوا المدرسه المدرسه بتمسكهم وبتقول لهم اتنبهوا قبل كده، والعقاب بيبدا، وبيفضلوا لحد بعد الدوام المدرسي وبتخليهم يمسحوا الحمامات، وبعد ما بيخلصوا بيكونوا اتاخروا جدا. وسمان هنا بيفتكر انه نسي شنط العسل في المدرسه وبيتوتر لان اخوه هيضربه، فادي بيهديه، لكن سمان بيتمنى ان المدرسه تموت. ومره واحده كاوتش العربيه بيفرقع، وبنسيبهم وبنروح للمدرسه اللي بتكون في بيتها، ومره واحده بيحصل معاها حاجات غريبه والجن بيظهر لها وبيخلص عليها. وسمان وادي بيكونوا لسه واقفين وبيعرفوا من ناس معديين ان المدرسه ماتت، وهم رايحين يشوفوا الجنازه، وادي وسمان بيتصدموا، وسمان بيحس بالذنب لانه كان لسه بيتمنى لها الموت. وتاني يوم في العزا سمان بيقعد حزين وبيبص على الجثه وشكلها بيكون مرعب، وهنا سمان بيصرخ، وبعد كده بينقلوا الجثه لبره، وبيروح سمان يبص عليها تاني، ولكن الجثه مش بتبقى موجوده، فبينادي سمان على الناس عشان يعرفهم ان الجثه مش موجوده، وهنا الناس بيبصوا له بصه مرعبه جدا، وسمان بيترعب. وهنا بيصحى من النوم وبيطلع انه كان بيحلم، وبيجي له ادي عشان يهون عليه وبيقول له ان ده قدر ربنا وان في مدرسه جديده جايه. وبعد ما ادي بيمشي سمان بيحس بحركه في البيت وبيروح لجدته يطمن، ولكنه بيلاقيها بتبص على حاجه مش باينه وبتاكد له انها شايفه حاجه مرعبه. ومره واحده الجن بيظهر وسمان بيجري على الحمام وبيفتكر ان ده كله تخيلات، ولكنه بيشوف الجن خارج له من الزير وبيحاول سمان يهرب، ولكن الجن بيتملك منه وبيلبسه. وفي الليل المدرسه الجديده بتوصل واسمها بيكون هانا، وكايو بيقول لايفا تروح ترحب بيها، وفعلا بنشوف ايفا ووالدها ورئيس القريه بيرحبوا بالمدرسه الجديده، وبنشوف كارتا من بعيد واقف بيتفرج عليهم وساكت. وتاني يوم المدرسه الجديده بتتعين، وادي بيروح المدرسه لوحده لان سمان زعلان على المدرسه القديمه
الأزمة وحاسس بالذنب، وبيوصل قاضي المدرسة متأخر وبيكون خايف لحسن المدرسة تهزقه وتعاقبه، ولكنه لما بيروح المدرسة الجديدة بترحب بيه ومش بتعمل له أي حاجة. وبعد كده أخو سامان بيروح لكايو وبيطلب فلوس العسل، فكايو بيقول له إن أخوه ما جابش حاجة بقاله كام يوم وإنه كان مستنيه يجيله عشان يشتكي له إن أخوه مش بيجيب له البضاعة. فأخو سامان بيرجع البيت متعصب على أخوه لأنه بيبوظ له الشغل وبيمسك سامان وبيضربه، ولكن سامان بيتعصب والجن بيظهر ورا ظهر سامان وبيبص لأخو سامان بنظرة مرعبة، فأخوه بيترعب. وسامان بعد كده بيجيب سكينة وبيطعن أخوه أكتر من مرة ودمه بيغرق المكان، وسامان بيكون فرحان وهو بيطعن فيه، وده لأن الجن هو اللي متحكم في سامان. وبنشوف جدة سامان نايمة وبتبقى مرعوبة جدا من اللي سامان بيعمله وبتبقى خايفة لا يجي يخلص عليها هي كمان. ولكننا بقى بنشوف إن سامان بعد ما بيخلص اللي عمله في أخوه ده بيروح عند المحل بتاع السيد كايو، وبنشوف كارتة قدام بيت سامان وبيعلق تميمة فيها طلاسم للسحر الأسود، والطلاسم دي هتخلي الجن يتجنن أكتر على سامان. المهم إن سيد كايو هو وإيفا لما بيفتحوا المحل تاني يوم بيلاقوا سامان واقف مستنيهم، وبيكون سامان واقف وبيخبط دماغه في الحيطة، والسيد كايو بيستغرب من اللي بيعمله وبينادي عليه وبيقول له ليه بيأذي نفسه كده. فسامان مش بيرد على السؤال بتاعه وبيديله أزايز العسل وبيقول له مش ده اللي كنت عايزه. ولما كايو بيمسك أزايز العسل بيتصدم لما بيلاقي إنه جواها دم، وبيرمي سيد كايو أزايز العسل وهو مرعوب من سامان. وبعد اللي حصل ده بنشوف إيفا وهي بتروح للمدرسة، ولكن وهي داخلة المدرسة بتشوف جن الأستاذة اللي ماتت واقف لها بعيد وبيبص عليها، وبتنادي إيفا على صاحبتها ولكن صاحبتها مش بترد عليها. ولما بتبص إيفا تاني على الأستاذة بتلاقي إن الجن اختفى، وبتدخل إيفا المدرسة. ولما إيفا بتكون بتكتب مرة واحدة القلم بتاعها بيقع منها فبتوطي عشان تجيبه، ولكنها وهي بتوطي بتلاقي جن الأستاذة اللي ماتت وبتكون الأستاذة جاية عليها، فإيفا بتقوم بسرعة ولكن الجن بيفضل يخوفها برضه، وبتحاول إيفا إنها تشغل دماغها وبتقول إن اللي بيحصل ده كله هلاوس مش أكتر. وفي البيت عند سامان بنشوف رئيس القرية هو والمحقق بيدوروا عليه هو وأخوه، وبيدخلوا البيت عند سامان ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا جثة أخو سامان، وسامان كله متغرق بالدم وماسك السكينة. وهنا بيفهموا اللي سامان عمله وبياخدوا سامان وبيحبسوه في بيت، والدنيا بتتقلب في القرية على اللي سامان عمله في أخوه، والناس كلهم بيتجمعوا وبيكونوا خايفين من سامان. وبنلاقي إن قاضي بيروح يبص على سامان من فتحة في البيت ده، ولكنه بيلاقي إن سامان مش قاعد حزين ولا متضايق، وبيلاقي إن سامان بيغني أغنية هو مش قادر يفهمها، وبيكون كلام الأغنية عبارة عن طلاسم. وهنا بتيجي الأستاذة الجديدة بتاعة المدرسة وبتطلب إنها تقابل سامان لوحدهم، فبيدخلوها لسامان لكنها لما بتدخل مش بتقدر تخليه يتكلم معاها وبتخرج لهم، وبتعرفهم إن سامان مش هيتكلم مع حد نهائي. ولكن سامان بعد ما الناس بيمشوا وبيسيبوه فجأة بيظهر له جن أخوه، والجن بتاع أخوه بيلف دماغه بطريقة مرعبة على سامان، وسامان بيصرخ وبيحاول إنه يهرب. ولكن هنا جن الأستاذة اللي ماتت من دعوته بتمسكه، وللأسف سامان بيموت. والناس تاني يوم لما بيروحوا يبصوا عليه بيلاقوا إن سامان ميت عن طريق إنه شنق نفسه، وبيكونوا هم مفكرين كده بقى وما يعرفوش اللي فيها. وقاضي بعد اللي حصل لصاحبه ده بيحزن عليه جدا ومش بيروح المدرسة، لكن بيجي يوم وبيقرر إنه خلاص يروح للمدرسة، وبيفضل لحد وقت متأخر في المدرسة. وبتكون الأستاذة الجديدة معاه في المدرسة، وبتيجي الأستاذة وبتقول له يقوم يصلي، وبتعرفه إنها هتصلي في أوضة المكتب بتاعها، وبيعرفها إنه هيصلي هنا، وبيقوم يتوضى وبيصلي. ولكنه وهو بيصلي بيسمع أصوات مرعبة بتخوفه، وبيكون خايف جدا وبيترعب أكتر بقى لما الباب بيفتح وبيقفل، وبيجري ينادي على الأستاذة بتاعته، ولكن الأستاذة ما بتسمعوش ولا حياة لمن تنادي. ومرة واحدة بنلاقي حاجة خفية شالت الكرسي اللي في الفصل ورمته، وقاضي هنا بيترعب وبيحاول إنه يهرب من المدرسة وبيفضل يصوت، لكن مرة واحدة بيظهر له الجن بتاع صاحبه سامان، وقاضي هنا بيتلبس بالجن بتاع صاحبه. وفي اليوم التاني بنشوف إن قاضي في البيت بتاعه وبيكون بيخبط دماغه في الحيطة، ووالده بينادي عليه وبيلاقيه بيأذي نفسه، فوالده بيفوقه وبيسأله ماله، فقاضي بيقول له إنه تمام، فوالده بيقول له يتوضى عشان هيصلوا، وبيقول له إنه هيسبقوا على المسجد. وبيخرج والد قاضي بره وبيكون رايح للمسجد، ولكنه بيلاقي كارتا واقف قدام البيت بتاعه، فبيسأله بيعمل إيه، فكارتا بيقول له إنه بيتمشى. وبيكون كارتا بيعلق التميمة اللي بيكون عليها الطلاسم قدام البيت. وفي اليوم التاني في المدرسة بنلاقي حاجات غريبة بتحصل لإيفا، والشبح بتاع الأستاذة اللي ماتت مش بيسيبها، ومش بتكون إيفا عارفة تعمل إيه. وفي نفس اليوم ده بالليل بنلاقي إن قاضي بيبص على عيل صغير في سنه بيلعب لوحده، وقاضي بيقول له ما تيجي نلعب سوا، والولد ده بيروح مع قاضي، وبعد كده الولد ده بيختفي، والدنيا في القرية بتتقلب على الولد ده، والناس مش بيكونوا عارفين راح فين، وبسبب الحاجات الغريبة اللي بتحصل للأطفال والناس الكبيرة اللي في القرية الناس كلهم بيدخلوا عيالهم قبل ما أذان المغرب يأذن، وبيكونوا فهموا إن اللي بيحصل ده كله بسبب الجن. وبنشوف إيفا بقى اللي بتكون بتوصل العسل، ولكنها مرة واحدة بتلاقي في طريقها
طايقها ادي، وبتبص عليه وبتتفاجئ بانه ماسك فاس وجسمه كله دم، وبيجري ادي عليها وبيكون عايز يخلص عليها، ولكن ايفا بتجري منه وبتحاول انها تهرب قبل ما يمسكها وينهي حياتها. وبتلاقي بيت رئيس القرية في وشها فبتدخل فيه، وبنت رئيس القرية بتساعدها وبيقفلوا الباب عليهم، ولكن ادي هنا بيفضل يحوم حوالين البيت لحد ما بيقدر انه يدخل للبيت من الباب الخلفي، وبيحاول انه يخلص على البنتين، ولكن قبل ما يخلص عليهم بيكون في شخص دخل للبيت وسمع اللي بيحصل وضرب ادي على دماغه وبيفقد ادي الوعي. وهنا بقى اهل القرية بيكتفوا ادي وبيعرفوا انه ممسوس بالجن، وبيقروا عليه قرآن عشان يخرجوا الجن اللي فيه، ولكن ادي بيفضل يتألم جامد جدا، وبيفضلوا يقروا قرآن بزيادة عليه عشان الجن اللي فيه يخرج. ومرة واحدة ادي بيخرج من بقه دم لونه اسود، والناس بيفكروا انه اتعالج خلاص، والناس بيتكلموا، ووالد الطفل اللي ضاع بيتكلم وبيعرف اهل القرية انه قدر يلاقي ابنه بس في حالة سيئة جدا. ولما بيسألوا عن اللي حصل بيعرفوا ان ادي طلب منه انهم يلعبوا سوا، فهو وافق وراح معاه، ولكنه لقى ان ادي اخده على المقابر. ولما سألوا هو جايبه هنا ليه فعرفوا ادي انه هيشوف بنفسه، وخرج ادي جثة صاحبه سامان وحطها قدام بيت كايو وايفا. وبعد ما الراجل بيخلص حكايته الناس بيتكلموا عن التميمة اللي بيلاقوها قدام بيوتهم، وبيكون جواها طلاسم غريبة، وهنا بيعرفوا ان اللي بيصنع الحاجات دي هو كارتا. وفعلا في الوقت ده بنشوف كارتا بيصنع التمايم دي، وبيدخلوا عليه اهل القرية وبيمسكوه ويضربوه، وبيفضلوا يسألوه عن التمايم اللي بيحطها قدام بيوتهم، ولكنه مش بيرضى يرد عليهم، وده اللي بيخليهم يضربوه اكتر واكتر. وفي اليوم التاني بنشوف ايفا في بيتها وبتزورها الاستاذة الجديدة، ولكن ايفا بتكون خايفة من الاستاذة، وبنعرف بقى ان ايفا قبل كده كانت عند كارتا وصنع لها تميمة، وبيقول لها تحط التميمة دي في وش الاستاذة لان الاستاذة دي اصلا من الجن ومش بشرية، وهي السبب ورا كل حاجة بتحصل لها. وبعد ما بتعرف ايفا عن الاستاذة كل حاجة وعرفت حقيقتها وانها جن، الاستاذة هنا بتظهر لها جن المدرسة اللي ماتت، فبتحط ايفا التميمة في وشها، وبتضحك الاستاذة عليها وبتقول لها ان الجثة اللي جاية هتكون هي وهيحصل فيها زي ما حصل في زمايلها. وبنشوف بقى بعد كده ايفا بتروح لكارتا وبتطلب مساعدته وبتعرفه باللي الجن هيعملوا فيها، وبيقعد كارتا وبيفتكر اللي حصل في الماضي لما الجن ده قطع صوابعه، وان الناس لما لقوه بالليل لقوا جنبه جثة صاحبه هان وما لقوش صاحبتهم واتي، وبيقرر انه يروح للجن عشان ينتقم منها. ولما بيروح لها بيلاقيها قاعدة بشكلها الحقيقي ولكنها بتتحول لشكل الاستاذة تاني، وبتقول لكارتا انها هتخلص عليه ومش هتعمل فيه زي ما عملت في زمان لما قطعت له صوابعه، وبتتحول لشكل صاحبته واتي وبتقول له فاكرني ولا نسيتني زي ما نسيت صاحبك هان. فهنا بيتضايق كارتا جدا وبيقول للجن هي ليه بتعمل فيهم كده، وبيطلب منها تمشي من القرية، ولكنها بترد عليه بانها هتمشي من القرية بعد ما تخلص على اهلها، وبتسيبه بعد كده الجن وبتمشي. وبنشوف كارتا بعد كده بيجيب بنزين وبيحاول انه يولع في بيت الجن، ولكن مرة واحدة بيظهر له الجن بتاع صاحبه هان وبيصرخ الجن في وشه، وكارتا بيترعب وبيهرب من المكان. في الوقت ده ادي بقى بنشوفه في الغابة وبيروح عند بحيرة، وبتكون الجنية واقفة له هناك وبتكون طايرة في الهواء، وبتفضل الجنية تسحبه عشان يدخل في المية وتستحوذ على جسمه زي ما عملت في وقت زمان. ولكن في اللحظة دي بتوصل ايفا وبتنقذ صاحبتها من الجن، والجن هنا بيختفي وادي بيفقد الوعي بسبب اللي بيحصل فيه، وبتجري ايفا على ادي عشان تلحقه. وبعد اللي حصل في القرية دي بقى بنروح لقرية تانية في مكان تاني، وبنشوف ولد في سن ادي وسامان بيلعب ناحية بحيرة، ولكنه مرة واحدة بيسمع صوت جاي من وراه، والصوت ده بيكون صوت الجن، والجن بيغني الاغنية اللي سامان كان بيغنيها واللي هي الطلاسم. والطفل بيروح على مصدر الصوت عشان يشوف الصوت ده جاي منين، ولكنه لما بيروح بيتمسمر مكانه لما بيلاقي الجن في وشه، والجن بيبص عليه وبيحاول الطفل انه يهرب، ولكن للاسف نهايته بتكون انه بيتلبس والجن بيستحوذ على جسمه. وبنعرف ان دي بداية جديدة للجن في مكان تاني ومع ناس تانية. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا، ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.